يا صباح الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة. انا جايلكوا بقى النهاردة بأكلة سهلة وسريعة، مش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود. هنعمل النهاردة رز بالكبد والقوانص. لو جربتوا الطريقة دي مش هتعملوا غيرها. تعالى اقول لكم احنا عملناها ازاي. في حلة عندي على النار هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة، عليها معلقة كبيرة من الزيت، واول ما الزيت يسخن هنزل بالقوانص بتاعتي علشان القوانص هتاخد معايا سوا في الاول. هديها تقليبة كده وهسيبها على النار لمدة 10 دقايق وهغطي عليها. وبعد ما القوانص بتاعتي اخدت سوا بالشكل ده نزلت عليهم بالكبدة وهديهم تقلبة مع بعض وهسيبهم لغاية لما يتحمروا مع بعض شوية. وبعد كده هديهم رشة من الفلفل الاسود بالشكل ده وهقلبهم مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم ببصلتين مفرومين فرم ناعم وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. وهنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من السكر علشان معلقة السكر دي تتكرمل معانا وتاخد اللون الذهبي الرهيب بتاعنا اللي انتوا هتشوفوه. هديهم تقليبة كده مع بعض وبعد كده هنزل عليهم بالبهارات. البهارات بتاعتي بقى عبارة عن ايه؟ عندي هنا كركم، كاري، كمون، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسود، وهي دي بهاراتنا اللي انا هستخدمها في اكلة النهاردة. لو انت حابة تزودي بهارات من عندك ممكن تزودي، ولو انت حابة تحوشي اي بهارات من الموجودة دي ممكن تحوشيها من عندك. هديهم تقلبة مع بعض بالشكل ده. وبعد كده بنزل عليهم بالرز المغسول. انا عندي هنا 3 كوبايات من الرز انا غسلاهم وهقلبهم مع بعض كويس قوي بالشكل ده. وبعد كده هظبط الحدق بتاعي، هنزل عليهم بالملح بالشكل ده وهظبط الحدق بتاعي. وبعدين هنزل عليهم بالمية بتاعتي على قد الرز واديله تقليبة حلوة كده وبغطي عليه. في الاول بعلي عليه النار، واول ما الرز يتشرب ميته بوطي عليه النار خالص خالص يستوي على اقل من مهله. وطبعا اثناء الرز بتاعنا ما بيستوي بديله تقليبة حلوة كده وبجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق علشان الرز بتاعنا يكون كله سوا واحد. شايفين ما شاء الله الرز بتاعنا بعد ما استوى شكله خطير ازاي، كل حاجة واخدة طعم من بعض تحفة، وكان طعمه زي العسل واكلة سريعة ما اخدتش مني لا وقت ولا مجهود. وطبعا مش هوصيكم اما نيجي نغسل الكبده بتاعتنا بنغسلها ازاي. احنا بنرقدها في ميه وسكر ودقيق وعصير ليمونه، بنرقدها شويه وبعد كده ناخدها نشطفها شطفه حلوه تحت الحنفيه ونقطعها لقطع صغيره بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبعد كده ناخدها نشتغل بيها. عايزاكم تجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه، جربوها مش هتندموا. اكله سريعه ومش مكلفه. خلصنا فيديو النهارده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.